اهلا وسهلا بحضراتكم، ورجعنا لكم تاني وبرنامج الكرة مع وليد. واليوم في اختلاف، اليوم مواهب مع وليد، ويسعدني ويشرفني يكون معايا اليوم الكابتن سيد معوض نجوم اكاديميه النجوم. اهلا وسهلا يا كابتن. اهلا بحضرتك، شرفتنا يا كابتن سيد. واحنا بنشكر حضرتك وبنشكر الكابتن احمد على الاستضافه الجميله ديت من داخل نادي الشرطه. تنورتونا يا كابتن وليد والله، وشرف ان احنا اللي انتوا نورتونا النهارده. الله يخليك كابتن. حابين برضو نعرف الساده المشاهدين والمتابعين مين هو الكابتن سيد معوض. انا السيد معوض، لعبت في نادي كفر الشيخ 10 سنين، لعبت درجه اولى سنتين، رحت بلطيم كنت كابتن فرقه هناك، لعبت 6 سنين هناك، ورحت سيدي سالم، رحت نادي اتحاد بسيون، حاليا نادي اتحاد بسيون، والحمد لله يعني. الحمد لله على كل شيء. دلوقتي يا كابتن حابين نعرف، بما انك دلوقتي مطورين اكاديميه واكاديميه النجوم، حابين نعرف الساده المشاهدين ايه الاهميه من انك تعمل اكاديميه وتبقى فيها عدد من الناشئين، والتطوير اللي مثلا داخل في ذهن الكابتن سيد معوض، انك تقدر تبني لاعب توصله مثلا لاحدى الانديه سواء داخل مصر او خارج مصر. احنا هنا بنحاول ناسس اللعيبه الموجوده هنا معانا، بنحاول ناسسهم من الاول، بيجوا لنا هم بيبقوا لسه ما فيش خالص، فاحنا بنحاول نعمل معاهم، نشتغل معاهم، ناسسهم، نشوف نعلمهم اساسيات الكوره. احنا لعيبه كوره، فاحنا عايزين اللي احنا خدناه في حياتنا عايزين نعلمه لهم ويبقوا احسن مننا كمان، فاحنا بنحاول نطور فيها، واحنا الحمد لله هنا يعني احنا واخدين هنا الدنيا كلها وبنحاول نطور فيهم. طيب ايه الفرق بين الاكاديميه حاليا؟ عارفين ان الاكاديميات كلها انتشرت على مستوى الجمهوريه. ايه الفرق بين زمان احنا لعبنا مدرسه الكوره، فرق بين مدرسه الكوره اللي هي كانت بتكون كل ناشئ من صغره، وحاليا اكاديميه بيبقى فيها عدد مهول جدا من اللعيبه. ايه الفرق يا كابتن سيد؟ زمان ما كانش فيه اهتمام قوي بالكوره، الناس ما كانتش مهتميه قوي، انما دلوقتي كل الاهالي دلوقتي شايفه اللعيبه بقت عايزه ابنهم يبقى لعيب كوره كويس، بيلعب في احسن الانديه، فعشان كده عايز يراعيه من الاول وهو صغير، يجيبوا مثلا مدرسه كوره، بعد كده يدخلوا له اكاديميات، وبعد كده عايز يوديه نادي كويس، فبيجي يأهله معانا ان شاء الله، واحنا بنقدر نعمله معاهم بنعمله، وربنا يكرم بالله لعيب كويس ولا حاجه، انا وكابتن احمد بناخده ونسوقه ان شاء الله، وربنا بيكرم يعني في الدنيا. طيب بالنسبه للحمل البدني اللي بيساعدك انك تطلع من كل ناشئ نجم، تمام، هل هو في استوعاب، يعني بيستوعب على طول الفتره التدريبيه بتاعتك، ولا انت بتاخد مجهود معاه؟ احنا بنعمل كل حاجه على حسب سنها. مثلا من اول سن 3 سنين ده بنديله حمل بسيط، حمل بالكوره اللي هو يتعلم يمشي بكورته الاول، يتعلم الاساسيات في الاول، بنبدا مثلا واحده واحده، مثلا كل ما السن بيعلى معانا بنزود مثلا القوه البدنيه معاه شويه، لحد ما مثلا ما بيقدر اللي هو يتاهل معانا، بيترحل مثلا مع الكابتن احمد، احنا ماشيين هنا مقسمينها 3 مدربين، كل سن ليه مدرب بشكل، بيخلص مثلا معايا سن 3 سنين بيخلص معايا، بيروح مع كابتن محمد، خلاص الكابتن محمد بيروح للكابتن احمد، يكون اللي هو وصل لليفل اللي هو عالي معاه، بيقوم جاي مأهلينه معاه يتمرن معاه، بنخلص بعد كده لو هو السن بتاعه اللي هو اتأهل يلعب في نادي بناخده نوديه نادي. طيب وبرضه هنسألك السؤال المعتاد اللي هو هل هو الفترة التدريبية بتأثر على الحياة العلمية بالنسبة للطالب أو الناشئ اللي بيجي عندك؟ لا بالعكس، ده الرياضة حاجة بتنشط الجسم وبتنشط العقل، الرياضة حاجة كويسة ليهم، حتى لو السن اللي معانا مثلا اللي هو مش موهوب ما عندوش موهبة ولا حاجة، ده رياضة لجسمه بتفيده برضه في تعليمه، في تشغيل دماغه، وفي العقل بتاعه، كل ده حاجة فايدة ليه هو. تمام. طب احنا هنسأل آخر سؤال يا كابتن عشان عارفين ان انت عندك تمرين. بالنسبة للناشئ، انت بتشوف برضو من ولي امره بيبقى مبسوط ان هو جايبه، ان هو برضو نفسه يبقى محمد صلاح، تريزيجيه، محمد النني، انت عارف بقى عندنا نجوم دلوقتي عالميه، وبالاخص نجمنا محمد صلاح. انت تحب برضو توجه نداء لكل اولياء امور الناشئين، تقول لهم ايه؟ والله انا بتكلم على الاهالي خصوصا، يعني يتعب مع ابنه شويه، زمان ما كانش فيه اهتمام من الاهالي قوي مع اولادهم، كانوا العيال كده الاولاد بيهربوا عشان يروحوا مثلا اختبارات، يروحوا نادي اللي هم يلعبوا فيه، انما حاليا دلوقتي الاهالي كلها لازم يهتموا بعيالهم، يركزوا معاهم في اكلهم، في شربهم، في تغذيتهم، في نومهم، في دراستهم برضه، عشان ده اهم حاجه، هيجي الملعب هيبقى فايق، يبقى معانا كويس، ربنا يكرمه، يعني ربنا يوفقه معانا، ربنا كرمه يلعب في حته كويسه، ربنا ما كرموش برضه، ده حاجه رياضه ليه، حاجه فايده ليه بيستفاد منها. وفي اخر اللقاء حابين نشكر الكابتن والنجم الكابتن سيد معوض، نجم نجوم اكاديميه النجوم، وابقوا معنا وان شاء الله كرة مع وليد.